ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال يا رب، اللهم امين كده يا رب. يكون شهر مبارك عليكم كده يا رب، اللهم امين. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد كده تشجيعي كده، نتشجع كده مع بعض. ان شاء الله باذن الله هتتشجعي والفيديو حلو هتستفيدي. النهارده كده اليوم من اوله كده لحد الفطار وبالتفاصيل بتاعته، هنعمل مع بعض الفطار وهننضف كده. ان شاء الله باذن الله هتستفيدي ويعجبك الفيديو. بس لو اول مره تتفرجي عليا اتمنى كده تدوسي لي على كلمه اشتراك وتشرفيني وتنوريني في القناه، وتكوني اخت من اخواتي ان شاء الله باذن الله. واللهم زد وبارك ويجعل زيادتنا في الخير دايما يا رب. زي ما انتم شايفين كده، يعني الأوضة أنا خدتها تلميع كده. الدنيا بصراحة كانت يعني كنت عايزة أنظف وأرتب وأعمل كده شوية حاجات. ف رمضان بقى والواحد كسلان شوية، انتوا عارفين اليوم قصير، وعلى ما مثلا بنقوم بالليل والسحور ونقوم بدري للمدارس، بيخلينا ان احنا بالنهار مش قادرين بصراحة. يعني بتبقوا على طول عايزين ننام كده طول النهار. بس طبعا لازم نتشجع كده ونقوم نشوف اللي ورانا، علشان برضو نحس دايما ان الدنيا نظيفة معانا. انا خدت الاوضه هنا كده رتبتها بصراحه، وغيرت فرش السرير، وهنا خدت الكنبه دي كمان. نظمتها كده، كان عليها شويه حاجات. الهدوم اللي بحطها عليها دي في جنب، دي بتبقى رايحه المكوى يعني. بحطها هنا لحد ما ما هيجي من دراي كلين بيجي ياخدها. وبعد كده بقى لمعت الارضيه كده، برضو عملتها بالموب. وعايزه اقول لكم انا بنضف باللي هو كوريد الالوان ده حلو قوي قوي قوي، جميل جدا وريحته حلوه وبيديكي رغوه حلوه كمان. بصراحه جميل جدا. وبعد ما بتخلصي تحسي كده ان انت مش عايزه تحطي معطر ولا حاجه، هو يعني بيبقى معطر لك الدنيا بصراحه. وبينظف وبيلمع الارضيات والحمامات وكل حاجه، بصراحه جميل جدا. انا عملت بيه هنا. طبعا انا بدخل يعني جوه كده، ده الجزء بتاع الحمام بتاع اوضه النوم، بدخل يعني عليه بنضف الموب جوه والكلام ده كله، بدخل الميه على جوه. بصوا ده اللي هو الكلوريد اللي بقول لكم عليه. طبعا ده بديل الكلوريكس والحاجات دي. وسعره حلو جدا. هو طبعا سعره حلو وبيدعم كمان مستشفى بهية، فدي حاجة كويسة جدا يعني ان احنا نجيب الحاجات اللي زي دي. بصراحة انا لما بلاقي حاجة مكتوب عليها ان هي بتدعم مستشفى بهية انا بحب اجيبها بصراحة. وبيلمع كمان، بصوا الحوض لمع وبقى جميل جدا. فهو حلو يعني بصراحة جميل جدا. كنت بقى خلصت الحمام هنا، وادي كمان اوضة النوم كنت خلصتها. زي ما انتم شايفين كده، بقت زي الفل والحمد لله. يعني لو اتشجعتي بقى كده، يعني ايه، اتمنى كده ان انت كمان تشجعيني وتحطي لي لايك عشان انزل لكم فيديوهات على طول. بجد نفسي كده ان القناة تكبر كده يا رب كده، واصحابي فيها يزيدوا واخواتي وحبايبي يا رب كده، اللهم زيد وبارك فيكم. بصراحة نفسي ان هي تكبر ويبقى ليا اصحاب كتير كده، ونقعد نتكلم مع بعض، وتكتبوا لي في الكومنتات كمان رأيكم في الحاجات اللي بعملها والكلام ده كله. خرجت هنا بقى على الريسبشن، انا خدت الجزء بتاع السفرة وعملت الجزء بتاع الليفينج. لكن الانتريه بصراحة ما عملتش فيه حاجة طبعا عشان الوقت. وانا على فكرة كنت بادئة الظهر، يعني انتوا عارفين بقى، وقايمة يعني كنت صاحية بقالي برضو شوية حلوين، وعارفين كسلانة كده، يعني في الواحد كسلان. فبصراحة قلت لا، اقوم اتشجع كده وكمان اشجعكم معايا كده. نقوم يلا نشوف ورانا ايه. خدت كمان الترابيزة دي لمعتها، دي طبعا اللي بتبقى في الركنة وهم بيبقوا قاعدين هنا بالليل بيتفرجوا على التلفزيون، فاللي في ايده حاجة بقى بياكلها ومش عارفة ايه. فبتبقى بصراحة مبهدلة على الاخر. خدتها لمعتها، وهنا الركنة كمان نفضتها وحطيت الفرش بتاعها. يعني عايزة اقول لكم دي مثلا الحتة البيضة انا بحطها تحت الاول، وبعد كده بحط الكفر ده. هو مش كفر انا شارياه، وانا يعني ده كان مفرش سفرة عندي. وانا جزأته كده هنا للركنة وحطيته عشان بس يحافظ عليها، اغطيها كده عشان مش تتبهدل. عشان هي طبعا لونها فاتح. ممكن اي حد يعني اي حاجة تقع من اي حد، يعني بحاول احافظ بس عليها على قد ما اقدر، عشان كمان معايا طفلة صغيرة يعني.
بس كده خلاص، والجزء التاني برضه يعني المهم إن أنا إيه، رتّبت الرُكنة كلّها كده. بس بجد، بجد يعني أنا نِفْسي بصراحة الفيديو ينجح، ونِفْسي يعني القناة كده تشدّوا حيلكم معايا شوية، تشيّروا الفيديوهات مع أصحابكم وقرايبكم، لإلا المشاهدات فيها ضعيفة جدًا، جدًا يعني. فأنا نِفْسي كده تساعدوني إن القناة تكبر، ويعني اللي بيتفرّج أتمنى كده إن هو يشيّر الفيديوهات مع أصحابه كده وقرايبه، وتحطّوا لايك بجد يعني إن شاء الله بإذن الله هتستفيدي. أنا عارفة إن أنتم كُرما كده وكلّكم كَرَم، وهتدوسوا لي على اللايك إن شاء الله بإذن الله، واللي أول مرّة يتفرّج عليّا يدوس لي على كلمة اشتراك كده ويتعرّف عليّا أكتر وأكتر إن شاء الله بإذن الله. هنا بقى إيه، أنا بُصّوا كانت واكلة معايا إن أنا أكُب مَيّة وأشدّها بالمساحة كده، المساحة دي جميلة جدًا، جدًا وبتنشّف وبتنضّف كمان، يعني عارفين هي أصلًا اللي هو المِجرة بتاعتها من تحت اللي هي السيليكون دي حلوة وبتنضّف كمان الأرضية أوي يعني، بس هي فيها عيب واحد، إن هي قصيّرة أوي. هي بتطول يعني كده بتطول وتقصر، بس لأ برضه حتى لو طوّلتيها هي قصيّرة، أنا مش عارفة اللي صانعها كان إيه وجهة نظره إن هو يعملها قصيّرة كده، لو يطوّلها شوية يعني، لو يعملوا بقى منها طويل تبقى حلوة أوي. هنا بقى أخدت حمام الضيوف بالمرّة، لإن أنا لمّا كنت باشِد المَيّة كده أنا كنت بادخّلها على حمام الضيوف عشان هو أقرب حاجة للreception، فطبعًا بعد ما أنا دخّلت فيه المَيّة اللي بانضّف بيها، قُلت أنضّفه هو كمان. خدته كده إيه برضه معايا في السريع، حمام الضيوف يعني ما بيبقاش كبير أوي ولا حاجة، برضه حمام أوضة النوم بتاعي ما بيبقاش كبير أوي، يعني الحمامات دي بتبقى مش كبيرة أوي، فخدتها إيه نضّفتها كده معايا بالمَرّة. عشان بس طبعًا نلحق إيه نشوف لسه الفطار والكلام ده كلّه، بس إن شاء الله بإذن الله هنلحق، هتشوفوا كده معايا اليوم هنكمّل مع بعض بإذن الله. كبّة مَيّة في الأرضية كده برضه وشدّيتها بالمساحة على طول. أتمنى كده تكوني اتشجّعتِ بقى كده وتقومي تشوفي وراكِ إيه، لأحسن بصراحة مين كده برضه في رمضان تحسّوا اليوم مش لاحقين نعمل فيه حاجة بصراحة يعني. هنا بقى خلاص كنت خلّصت وهافرش بقى إيه كل حاجة، الحمام يعني خلاص وريته لكم كان نضِف، وهنا خلاص بقى بافرش السجاد وكده. ده الجزء باقول لكم يعني الطرقة دي اللي أنا عملتها برضه نضّفتها وبرضه عملتها كده بالمَيّة ونضّفتها يعني مع الجزء اللي هو بتاع الرُكنة ده. هنا الجزء بتاع الأنتريه أنا ما عملتوش زي ما أنتم شايفين كده، هو الحمد لله نضيف يعني، إحنا طبعًا ما بنقعدش فيه ولا حاجة. فسِبته كده وعملت الجزء بتاع الرُكنة هو اللي كان بصراحة كنت عايزة أعمله جدًا يعني. ولمّعت بقى كل الترابيزات وكل الحاجات دي بصراحة لمّعت كل حاجة يعني، لكن مش كل حاجة طبعًا بابقى يعني مصوّراها عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو أوي. أهُم شايفين دي الأوضة اللي في الوِش دي أوضة النوم بتاعتي اللي أنا عملتها، والجنب بقى لمّا نكسر يمين كده أنا الجزء ده ما دخلتش عليه خالص يعني. هنا بقى المراية دي حبيت أورّيها لكم كده، عاملة لها ليد كده اللي هي نُص دايرة جميلة أنا باحبها بصراحة حبيت أورّيها لكم، أتمنى كده تقولوا لي رأيكم كده في الحاجات اللي أنا عاملاها يعني. بس كده. وكنت جايبة هنا اللي هي الشماعات دي اللي هي الdouble face حلوة، قُلت أحط عليها الساعة، طبعًا الساعة دي كانت عندي يعني، أنا مش حابة إن أنا أخرّم في الحيطة وكده، حطيت اللي هي الشماعات دي، قُلت أحط الساعة دي كده مؤقتًا، أنا عايزة أجيب بصراحة ساعة كبيرة تتحط هناك كده عند الأنتريه في الجزء اللي هو الحيطة الكبيرة دي، عايزة أجيب اللي هي الساعات الكبيرة دي، عشان تبقى ماشية يعني وتاكل أكتر يعني، إلا دي صغيرة ما كانتش هتنفع، حطيتها على العمود عشان العمود مش كبير أوي فحطيتها عليه. هنا بقى بُصّوا الشباك دوّة يعني لمّا باكون عايزة أحط حاجة تنشف، يعني مثلًا دي صابونة إكوي، طبعًا أنا كنت غاسلة بيها الفوط باحطها تنشف عشان لو سِبتها بمَيّتها بتبوش وهتخلص بسرعة، وهي بصراحة الحاجات دي أنتم عارفين إن هي سعرها مش رخيص، فحرام ما نبهدلش الحاجة يعني. هنا الكوسترات برضه لمّا أبقى غاسلة كوسترات أو كده باحطها في الشباك ده تنشف كده ما بين الإزاز والسلك يعني، الحاجات دي باحطها تنشف هنا. دخلت بقى أنا غسّلت الأطباق كده، قُلت أفضّيها. عايزة أقول لكم يعني أنا في رمضان بصراحة ما بقِتش تكفّيني إن أنا يعني أعمل مرّة واحدة، كنت مثلًا أنا في الأيام العادية باغسل مرّة واحدة بالليل، باحُط كل حاجة فيها. في رمضان بقى إحنا أنتم عارفين بنستهلك أطباق وكوبايات كتير والعصاير والكلام ده كُلّه، فما بقتش تكفّي، بقيت أضطر إن أنا أعمل بصراحة مرّتين، لإن إحنا لو كتّرنا فيها الأطباق يعني لو كتّرت فيها الحاجات أوي، أوي زيادة عن اللزوم،
ما بتنضفش، طب ما يبقى لازمته إيه؟ طب ما أنا من الأول أجزّأها على جزئين وخلاص. فبقيت أعمل كده، باطلّع بقى الحاجة منها. دي كانت على فكرة تاني مرّة يعني أشغّلها. أنا كنت مشغّلاها من بالليل والصبح بدري والولاد ماشيين على المدرسة، فضّيتها وشغّلتها مرّة كمان. بافضّيها بقى وبارجّع كل حاجة كده مكانها. أنتم عارفين أنا لسه طبعًا لسه جديدة، إحنا هنا في الشقة وبناخد يعني عارفين باخد وأدّي كده بقى إيه، لسه بنتعرّف كده على الأجواء هناك ومش عارفة إيه والكلام ده كلّه. تنضيفات بقى وروتينات لسه إيه، باتعايش معاها كده جديد كده في الشقة الجديدة. هنا البلح بلّيته، أنا حطيت عليه لبن سخن لمّا بيبقى الوقت مثلًا ما لحقتش أبِلّه من الصبح، باحط عليه لبن سخن. أنا كده كنت غالية لبن عشان الأكل اللي هاعمله النهارده، فخدت شوية لبن سخنين كده حطيتهم عليه بيبوش معايا على طول وبيبقى طري. لمّعت كده الرخام على طول بالمناديل اللي هي الwipes دي. حلوة جدًا وجميلة بصراحة باحبها ومنجزة جدًا وبتنفع في حاجات كتير. يعني عارفين يعني على طول ما أنا في المطبخ كده أنضّف بيها، ألمّع بيها، أي حاجة ما تعجبنيش أعمل بيها بصراحة. هنا بقى كنت هاعمل تتبيلة البانيه دي حلوة أوي. هنحط معلقة صلصة طماطم كده، كاتشب، مستردة، طبعًا والملح والفلفل الأسود. هنحط بقى كاري وهنحط بصل باودر وتوم باودر وبابريكا وبهارات فراخ، والفلفل الأسود طبعًا والملح. وباحط عصرة نُص ليمونة، باحط شوية خل، لو عندِك خل بلسمك ماشي، أي حاجة يعني. بس كده وبنقلِّب كل الكلام ده كله وباحط فيها البانيه. طبعًا دي بتاخد يعني مثلًا هي تتبيلة سريعة يعني عارفين نُص ساعة، ساعة، على حسب بقى الوقت معاكِ. وحطيت شوية زيت زيتون كمان، على حسب الوقت ما يسمح معاكِ. يعني هي مش بتحتاج وقت كتير ولا حاجة. حطيتها كده سِبتها بقى إيه تتبّل شوية، وبعد كده دخلت بقى إيه قُلت أطلّع حاجة السلطة كده، أغسلها طبعًا أضبّطها يعني. أنا هنا كان في برضه طماطم وفلفل غاسلاهم البتنجان كده هاعمله حلو أوي. هو وصفة بتنجان كده مشوي بابا غنوج يعني بس بطريقة تانية. عايزة أقول لكم يعني دي بقى هنقول بقى وصفة منين والّا منين، والله دي كانت طريقة ماما. دي يعني اللي متربيين عليها طول عمرنا. أنا طول عمري كنت أعرف إن هو ده البابا غنوج على فكرة يعني وأنا صغيرة، لإن دي اللي كانت دايمًا بنعملها يعني. بنقطّع كده طماطمتين وفلفل 1 فلفل وفصين توم كده بنقطّعهم. حطيت المكرونة بقى تتسلق عشان أعمل مكرونة white sauce. هي بتبقى حلوة مع وصفة البانيه اللي إحنا عاملينها دي. حطيت بقى الفصين توم كده قطعتهم للبتنجان وحطيت عليهم معلقتين زيت. بصوا البتنجانة بتتشوي هناك اهيت على شيادة الرز، انا حطاها كده بتتشوي عشان ما تبهدليش البوتاجاز. وحطيت بقى بعد ما الفلفل يعني التوم كده خد تشويحة كده في الزيت وطلع ريحته، حطيت ملح، حطيت الطماطم والفلفل اللي انا قطعتهم وبهرتهم بالبهارات التوابل اللي انا عاملاها اللي هي كنت نزلت لكم الوصفة برضو في فيديو قبل كده. ده البرطمان ده بصراحة باخلّيه جنبي بينفع في حاجات كتير. بُصّوا يعني أقوم متبّلة منه مثلًا الفول، البتنجان زي ده، البيض، باحط منه على حاجات بصراحة كتيرة جدًا. فبيبقى حلو. أنا بابقى حاطة فيه ملح وكمون وكزبرة وشطة وباقلّبهم على بعض بيبقى حلو كده جنب البوتاجاز معايا. وحطيت بقى البتنجان بعد ما هرسته بالشوكة، حطيته على الطماطم والفلفل اللي أنا شوّحتهم دول واديتهم تقليبة مع بعض كده وعصرة نُص ليمونة. وبعد كده المكرونة بقى إيه، صفّيتها كده وغسلتها بمَيّة ساقعة. أنا باحب طبعًا أغسلها بمَيّة ساقعة عشان ما تبقاش بتلزق منِّك يعني، ويُفضّل تتغسل بمَيّة ساقعة. كان فترة كده طلع إن إيه، إن المكرونة ما تتغسلش بمَيّة ساقعة، لكن لأ، أنا ما اقتنعتش بصراحة. لمّا ما بتتغسلش وبتسيبيها زي ما هي بتلزق بقى معاكِ، بتبقى ملزقة كده في بعضها. عملت البشاميل هنا، حطيت 3 معالق دقيق مليانين كده، وحطيت يعتبر كيلو اللبن، وحطيت شوية مَيّة. بس كده وبنقلّبهم كويس. طبعًا اللبن لو بارد معاكِ هو كان بارد يعني، فمش هيكتّل معاكِ في البشاميل ولا حاجة. وحطيت هنا معلقتين كريمة كده، الكريمة دي اللي هي اللباني، أنا باجيبها من عند اللبان بصراحة. أنا باحب دي أكتر من اللي هي المُعلبة الجاهزة اللي في السوبر ماركت. تانية بقى مواد حافظة مش عارفة بيبقوا حاطين عليها إيه، بس دي صراحة حلوة أوي وطعمها بيبقى أغنى وبتبان. يعني لو حطيتِ معلقة بتبقى باينة معاكِ. باحب أحطها في الوصفات بتاعتي جدًا. وحطيت الملح والفلفل للبشاميل، وركنته بقى على جنب. وجيت أنا هاعمل البانيه ده روزماري من اللي أنا زارعاه في البلكونة. باقول لكم أنا بُصّوا قصّاب المقص يعني. جبته من البلكونة كده وحطيت فصين توم كده متقطعين عادي شرايح يعني، حطيناهم في مكعبين زبدة وهننزل بالبانيه على الكلام ده كله.
النار بتبقى عالية في الأول، وبعد كده بتهدّي النار عليه عشان يستوي من جوّه. هو كان ممكن يعني يتحط في البشاميل ممكن، بس أنا حبيته كده، يعني أنا حبيت ناكله كده يعني. أنا أوقات بعد ما باحطه كده باشيله وباقوم حاطة إيه في الطاسة دي البشاميل، وبارجّع فيه البانيه تاني ياخد غلوة كده، بيبقى برضه طعمه خطير. بس حبيت إن إحنا ناكله كده. وهنا بقى السلطة كنت عملتها خلاص، برضه باتبّلها بقى بالإيه، بالتوابل اللي هي البهارات اللي أنا البرطمان اللي أنا عاملاه ده، برضه باحط منه على السلطة. جميل جدًا بصراحة يعني ومُنجز جدًا معاكِ، وحبيت أحط شوية دبس رُمّان. كانت جميلة أوي بصراحة لمّا حطيت عليها الدبس الرُمّان. والبتنجان كده كان اتشوى أهوّة اللي إحنا عاملينه، وكنت غرفته لإلا كان خلاص المغرب يعني مقرّب. هنا بقى البشاميل رجّعته تاني كده على النار علشان أحط فيه المكرونة، وياخدوا غلوة مع بعض كده. هنقلّبهم بقى مع بعض كده كُلّه في قلب بعضه. وبس كده، ده كان فطارنا النهارده. أتمنى كده لو اتشجعتِ، لو حبيتِ القناة كده، أتمنى طبعًا أنتِ تكوني حبيتيها، يا رب كده تكونوا حبيتوا القناة واستفدتوا أي حاجة. حتى لو خدتِ وصفة هتعمليها بكرة للفطار، بنبقى محتارين دايمًا هنعمل فطار إيه. أتمنى كده تدوسي لي على كلمة اشتراك لو أول مرة تشوفيني، ولو متابعاني ووصلتِ معايا الفيديو كله أتمنى تدوسي لي على اللايك وتشيروا الفيديوهات مع أصحابكم وقرايبكم إن شاء الله بإذن الله. خرجت بقى بعد الفطار كده. فكنت عايزة أنا لسه عايزة باساقط وعايزة بصراحة حاجات. أنا باقول لكم يعني إحنا لسه في الشقة الجديدة، يعني لسه بناخد على بعض. ده جِبته لحمام الضيوف، وده هنا جِبته أحط فيه الهدوم، يعني أنا جايباه للحمام بتاعي. هو الحمام التاني فيه باسكت كبير، بس أنا جِبت ده للحمام بتاعي، يعني اللي بياخد shower أو كده يحط فيه الغيار. وأنقل بقى في الباسكت الكبير، فحلو عجبني والخوص طالع موضة والحاجات اللي هي البوهيمي دي طالعة موضة. فأنا حبيته بصراحة وقُلت أجيبه كده وحطيته في الحمام، كان شكله جميل جدًا يعني بُصّوا شكله حلو إزاي، ومش واخد مساحة أوي معايا ولا حاجة وشكله حلو، يعني شكله كمان شيك كده. قولوا لي رأيكم بقى فيه، وهاستنى كده رأيكم في أي حاجة لفتت نظركم. وبس كده.